ألو. آه. ألو، السلام عليكم. آه. كيف الحال؟ الله يعافي الحال. يا أخي معنا سؤال نشد جواب عليه. سؤال. أيوة. تفضل. السلام عليكم. كيف الحال أعزائي المشاهدين؟ طبعا أنا عارف إني غبت عليكم فترة طويلة جدا، بس إنه الآن رجعنا وإن شاء الله نكون مستمرين وما بعودكمش كذب، عشان آخر مرة وعدتكم إن أنا بستمر فعلت 3 فيديوهات ما أدري إيش حصل، يعني مش عارف، كسل مني أو في اشياء، بس ان شاء الله انه نحاول نستمر قدر المستطاع، نحاول ننزل حاجات فخمه ان شاء الله. ندري ان هذا حماس البدايات الذي كل الناس بيرجعوا يقولوا وبعدين ينقطعوا. مش عارف، انا في ناس هذا الساعه بيقرحوا ليش لا حجاج ولا شيء. المهم علينا، المهم اليوم قلنا نفعل فيديو حلو، فيديو اليوم الفيديو حيكون مختلف، ليس فيديو بلغتنا عربية فصحى وفيه بعض المصطلحات العميقة والفلسفية ومواضيع النفسية. لا اليوم فيديو هكذا كنا ندخل في مجال الترفيه نوعا ما شوية، يعني مش عارف كيف، بس انه انا مش انسان عميق على ما بتفكروني وانسان هكذا ثقف زيادة، لا انسان بسيط جدا، انسان فرفوش على فكرة واحب الحياة، بس المجال اللي احبه هو الفلسفه والعمق في لبس الموضوع، انه الناس شايفيني عميق، انه هذا الانسان عميق يجب ان نتكلم معه بحذر. لا انا انسان عادي طبيعي، فما بيش داعي لهذا كله. المهم خلينا ندخل في الفيديو اللي نشي نفعلها اليوم. انه الفيديو حيكون انه في اسئله مش اقدر اجاوب عليها انا، وفي اسئله مش اقدر اجاوب عليها بس هنستخدم شات جي بي تي، وفي اسئله بنستخدم الاصدقاء نتصل لهم في هذا الوقت الذي هي الساعه 5:30، وفي اسئله بنفعل تحدي هكذا حلو، انه ندق رقم غريب ونتصل له ونسألها السؤال إن شاء الله، يعني ما حد يهزنا. بسم الله نبدأ. في سؤال جدا جميل هنا، قال ليش الشاب اليمني ما عادش بيحلم؟ لماذا الشاب اليمني ما عادش عنده أحلام أو ما عادش يحلم؟ والله هذا السؤال جوابه جدا بسيط، وهو لأنه ما فيش فايدة من الشيء اللي بيعمله. يعني كيف؟ يعني أنا كشاب يمني الآن بنضطر إني أقوم مثلا الساعة 6 صباحا أصير أشتغل الساعة 6 مغرب، وما فيش معي مصدر دخل أو فلوس من الشغل هذا اللي بنشتغله، فأنا أرقد في البيت خرج لي. فالشاب اليمني نفس الموضوع هذا، إنه بدل ما يصير يدرس 12 سنة وبعدين يدرس جامعة وفي الآخر لا يلقى وظيفة ولا شيء بسبب وضع البلاد، يعني الذي هو مش عذر، بس يعني هذا الذي هو منطقي او الجواب لهذا السؤال هو هذا. هذا السؤال جاوبنا عليه. السؤال الثاني بيقول ليش الواحد يفتح الثلاجة وهو عارف انها فاضية؟ الفكرة هذا يعني حصل معي انا اكثر من مرة، انه صوت يعني ليش احنا كبني ادم نقدر نفتح الثلاجة اكثر من مرة وهي فاضية؟ بس يعني الجواب بسيط جدا، لانه عادة تكونت عادة انه كل ما انت تجوع تفتحها وكل ما تعطش تفتحها، ايام الكهرباء زمان هذا، بس انه تكونت عادة. السؤال الثاني سهل جدا، نشوف السؤال الثالث ايش بيقول. هذا السؤال جدا عميق، بيقول لك ليش تتحمس يومين ونرجع نترك كل شيء؟ لا الجواب انه يعني ما فيش دافع من هذا الشيء، يعني انه انا ليش مثلا اتعلم مونتاج؟ ما فيش معي حلم اتعلم مونتاج يوصلني للحلم هذا، في يكون مجال ممتع قليلا بسبب الفرغه او وجده مع الشخص، او ما فيش هدف من هذا الشيء الذي قاعد افعله يوصلني لحاجه معينه في حياتي. فالجواب هو هذا بكل بساطه. في يمكن اجوبه ثانيه، انا وجواباتي هذه مختصره جدا بحيث انه نفعل فيديو سريع نستفيد يعني بشكل بسيط، بس في جوابات اعمق وجوابات تلخص السؤال اكثر من طريقه، بس انا بنشوف ابسط طريقه والذي هي مختصره وسريعه. طيب السؤال اللي بعده سؤال جدا عميق وعجبني، قال ليش صرنا نمل من كل شيء بسرعه؟ ليش قد احنا بنمل من اي حاجه بسرعه؟ السؤال هذا جدا يعني انا اشوف انه ما اقدر اجاوب عليه انا، بسبب انه يعني نستخدم احد الاشياء التي معانا وهي شات جي بي تي. نكتب له السؤال انه ليش صرنا نمل حاجات بسرعه. شوف الجواب: توقعات العالية، قلة الصبر على مراحل البداية، الطاقية، التوتر والإرهاق، كثرة الخيارات. لما تعرف أن عندك 1000 شيء ممكن تسويه يصير اختيار شيء واحد والاستمرار فيه صعب. أنا مخصوص في الجواب هذا الذي مش مبني على أي شيء، بس إنه شات جي بي تي. السؤال الذي بعده سؤال جدا عجبني، قال ليش ذكريات الطفولة أحلى من حياتنا الآن؟ بكل بساطة لأنه أشوف أنا في أيام الطفولة كنا يعني ما منهمش، كنا أطفال، يعني أكبر همك إنه أي حين دول على الكهرباء بس. فكانت حياتنا إنه نتفرج أطفال، نذاكر ونرقد، حتى الأكل والشرب ما كناش نهمها في هذيك المرحلة، فما كان فيش حاجة تخليك تفكر وتزعل وتهم، فكانت حياة جدا جميلة، وهذا السبب إنه ذكريات الطفولة أحلى من حياتنا الآن. السؤال اللي بعده، السؤال بيقول كيف تعرف انك كبرت بدون ما حد يقول لك؟
طيب السؤال هذا انا حابب افعل به، يعني افعل فيه شويه من المتعه، انه نتصل احد الاصدقاء الساعه 5:30 الذي هو الان. طبعا الساعه شوفوها 5:37 دقيقه. دقيقه بس، في من معانا انا قايمه، ممكن نجرب نتصل وزير الفهم، نتصل له. السلام عليكم. سلام. كيف حالك؟ يا مرحبا. يا اخي في معي سؤال اشيك تجاوب عليه لو سمحت. تفضل. كيف تعرف انك كبرت بدون ما حد يقول لك؟ كيف تعرف انك كبرت غير ما حد يقول لك؟ ايوه، بدون ما حد يقول لك انك كبرت. والله لما تنزل من الدرج وظهرك يوجعك. تنزل من الدرج ظهرك يوجعك. ايوه. ايوه بتكتكت عين رجلك. ايوه. يا غريب. وتنسى ايوه. وخلاص. كفاية. شكرا لك، كنت معنا في فيديو كوكتيل افكار. شكرا على جوابك الجميل وبس. الله يوفقك. يلا هو عدو قومي منصدم، بس جوابك كان حلو جدا. لما ظهرك تقطقط، لا والله عجبتني. طيب السؤال اللي بعده حلو. السؤال هذا بيقول لك ليش الانسان يخاف من الموت وهو يعني عارف انه حيموت؟ الان بنتصل لواحد من الاصدقاء نشوف اذا يرد وجاوب على هذا السؤال. مش راضي يجاوب. لا منطقية راقد. طيب نتصل واحد ثاني. طيب ما جاوبش، نتصل لهذا برضو احمد، ان شاء الله يجاوب. ما الناس راقدين والله. معانا اخر واحد، الوحيد الذي اذا ما جاوبش بنضطر انه نضرب ارقام غريبة. عذرا، الرقم الذي مغلق. بتصل له. السلام عليكم. وعليكم السلام. جالس ادور يا اخي كيف اشاهد الهيبه الجزاء الساينس. كيف حالك اخي ايمن؟ الله حياك. طيب معنا سؤال، نشي نسألك سؤال. ايش من سؤال هذا الساعه؟ على سؤال لعبتي الاسئله. ليش بعض الناس يخافوا من النجاح اكثر من الفشل؟ ليش الناس؟ هذا سؤال حقيقي. الشيء الفيلسوف. الله، وانت هو الفلاسفة يعني. يخافوا من النجاح اكثر من الفشل. بيخاف من النجاح اكثر من الفشل لانه طريق النجاح صعب. اول حاجه. الله رهيب. شيء. ايوه. وثاني شيء مش هو واثق من نفسه بس. حلو. طيب الآن معنا آخر سؤال الذي هو ليش الإنسان يعرف الصح ويعمل الغلط؟ وأنا معي وجهة نظر في الموضوع هذا. ليش الإنسان يعرف الصح ويعمل الغلط؟ لأنه حمار. فنشي نسأل السؤال هذا زيد ناس. والله أنا متوتر إني أجرب هذا الحاجة لأني غلط، أنا داري، بس بنجرب نضرب أرقام عشوائية، نفعل 7 5 3 باقي 4 3 مش عارف الرقم، بس اني ضربت رقم ان شاء الله يجي. ما تهزأش. انا متوتر على فكرة، انا متوتر. ما جاوب. فيش واحد سار. الرقم الذي تتصل. طيب بنجرب رقم هذيو 3 7
5 8. والله رقم رهيب. هذا يطلع مغلق عندي SMS. المشكلة الأكبر إنه إيش؟ إنه أنا مشرقد فهمتهم وعاجي يتصلوا لي هذول فمش عارف. الو السلام عليكم. كيف الحال؟ في حال. يا أخي معنا سؤال نشد جواب عليه. سؤال. أيوة. تفضل. ليش الإنسان يعرف الصح ويعمل الغلط؟ صح. ليش الإنسان يعرف الحاجة الصح ويعمل الغلط؟ أو عكسها. كيف الله يسمعك؟ ها؟ الشيطان اخوي. أي شو؟ الشيطان. والله ما العلم ايش قلت. الشيطان اخوي. الشيطان. جواب منطقي. شكرا لك أخي والمعذرة على ازعاجك. الله. يلا في أمان الله. طيب بقى. الحمد لله انه ما سبش لي. قال الشيطان السبب. في جميل جدا. اتوقع انه خلاص يعني يكفي. انا خلاص انا مدري مالي انا افتجعت. اصلا بنفعل حاجه غلط يعني منطقيا بس تحدي حلو. اذا هنا وصلنا الى هذا الفيديو ان شاء الله يعني بفكر لكم فيديوهات جديده نوعا يعني اشياء زي هذه هكذا رهيبه فيها تحديات فيها حاجات ترفيهيه نوعا ما بجانب الاشياء الثقافيه دي ممكن نقدمها في القناه والاشياء التي نستفيد منها والتحديات والمواضيع العميقه بس كنا يعني ننوع شويه بحيث انه ما نملش وكذلك انه ممكن نقدم افلام وثائقيه قريب في القناه على منصه شعاع وكل. انا نسيت كيف ينهوا الفيديوهات بس شكرا لكم والى اللقاء.